واليوم كما غتلاحظوا معايا حضرت معكم واحد الطبق رائع بواحد المفاجأة وبواحد الزيت كلها يعني فوائد وكلها أعشاب منسمة. أجيو تشوفوا معايا المكونات وتشوفوا هذا الطبق هذا إن شاء الله كيفاش حضرته معكم. فمرحبا بكم مرة أخرى في قناة أم إكرام الفلالية. فإذا على بركة الله كيف ما كتلاحظوا معايا عندي هنا واحد جوج ديال الطريفات ديال الفخاد ديال الدجاج اولا ديال الدند اللي متوفر عندكم دائما. كيف ما تنقول لكم تنخلي لكم المقادير على حسب الرغبة. إذا غادي نبداو على بركة الله نديرو التوابل ديالنا. هنا عندي شوية ديال الملحة، ومن طبيعة الحال تناخدو الاحتياطات ديالنا من الملحة لأننا حنا غاسلينه مزيان وملحينه. فاللي ما تيبغيش الملحة بزاف ما يكترهاش. هنا غادي ندير كيف ما كتشوفوا معايا شوية ديال الاسكنجبير ويكون من الأحسن شوية بكثرة، وكذلك تندير الخرقوم معلقة صغيرة. كذلك تندير واحد شوية ديال الفلفل الأسود أولا الإبزار، وكذلك تندير واحد المعلقة كبيرة هكا ديال لا موطارد، يعني هنا درت جوج معلقات صغار. وهنا غادي نضيف كيف ما كتشوفوا معايا واحد جوج معلقات ديال عصير ديال الحامض اولا الخل ديال الحامض. فهذا تيعطيه واحد المذاق وتيجي هاد الطريفات ديال الدجاج منسمين. والمفاجاه ديالي ديال هاد الفيديو هذا ان شاء الله هي هاد الزيت هادي اللي كلها تشكيله من التوابل، والثومه كذلك منسماها بها. إذا إن شاء الله الفيديو الماجي غادي ندير لكم هاد الوصفة هادي وغادي نوريكم الطريقة باش خدمت بها هاد الزيت هادي اللي هي كما قلت لكم كلها منسمة بالأعشاب. وبطبيعة الحال هادي كتقدروا توظفوها مع الدجاج مع الحوت. كتجي يعني بالأخص الأطباق اللي تدار في الفران. إذا كما كتشوفوا معايا أنا غادي ناخد هكذا الثومة غادي نعزلها. فصدقوني واحد الرائحة في هاد الزيت غزالة بزاف ومنسمة. يعني حتى الدجاج ديالنا غادي يجيب واحد التنسيمة رائعة رائعة بزاف ومختلفة على المذاقات اللي كتعرفوها. إذن دائما تنحاول نجيب لكم الجديد في الوصفات ديالي، فكنتمنى أنكم فعلا تجربوهم. صراحة ما غاديش تندموا عليهم. إذا غادي نضيف هنا كذلك واحد المعلقة ديال الزيت من هاد الزيت اللي كما قلت لكم نسماها. وهنا كنحاول نضغط بشوية على داك الثومة باش تطلق لي داك الرائحة ديالها وداك المذاق ديالها الرائع اللي غادي نتبل بها إن شاء الله هاد الدجاج هذا. إذا تناخد واحد الموس هكا باش نقطع شوية من دوك الفخيضات ديال هاد الدجاج كنشقهم بهاد الطريقة كما تتشوفوا باش ندخل لهم داك التوابل حتى هما لداخل. إذا كما كتشوفوا معايا غادي نخليها تقريبا ترتاح واحد شويش ونتلاقى معكم. إذن أنا خليت الدجاج ديالي تيترقد مزيان في داك الشرمولة واحد تقريبا شي ساعة هكا ديال المكانة. إلا كنتم يعني عندكم الوقت، ما كانش عندكم الوقت يلا واحد شوية يعني تقريبا أنا خليتهم واحد 10 ديال الدقائق. وأنا هنا كنوضع الطبق ديالي الثاني اللي غادي نوضع فيه الخضر، تشكيلة ديال الخضر ديال آخر الأسبوع. بطبيعة الحال حتى حاجة ما تنضيعوها. فهذه هي الفكرة اللي جاتني أنني نقدمها معكم هذا النهار. وأنا يعني في القناة ديالي دائما تتلاحظوا عندي الخضر بزاف، وأنا سبق لي ودرت واحد الطبق ديال الخضر كذلك رائع بزاف. بالنسبة للأخوات الجدد اللي دخلوا القناة ديالي ممكن أنكم تدخلوا وتشوفوا كل الوصفات اللي أنا قدمتها لكم ناجحين وساهلين وبساط واقتصاديين.
كما كتشوفوا معايا التشكيله ديال الخضر اللي عندي البصله، الفلفل الخضراء والحمراء، عندي لاغيكو الأخضر أولا اللوبيا الخضراء، وكذلك عندي خيزو والقرعة. إذن هادو دائمًا تيبقاو يعني الخضر ديال آخر الأسبوع، فأنا حاولت نوفّرهم هاكا ونديرهم في هاد الطبق هذا اللي فريمون تيجي يعني لذيذ بزاف. هنا كذلك عندي شوية ديال البتنجان قطعته طريفات والبطاطا كيف ما كتشوفوا معايا، يعني طبق غني بزاف حتى لوليداتكم. إذن كما غتشوفوا معايا تنوضع هكذا الوريقات ديال المعدنوس، تنحطوهم غير هكذا عشوائيين، وكندير كذلك طريفات ديال القزبور. وهنا تنضيف واحد الوريقات ديال الكرافس. غادي يجيكم يعني غريبة أنكم ديروا الكرافس بهذا الشكل، ولكن صدقوني تيجي واحد المذاق فيه حتى هو كذلك رائع بزاف. وهنا كذلك تندير واحد شويش ديال الملحة ماشي بزاف. دائما تنخلي لكم المقادير كيف ما دائما تعودتوا معايا، تنخليهم لكم على حسب الرغبة. كذلك تنضيف واحد المعلقة صغيرة ديال الفلفل الأسود. فالخضرة ديالنا ما غنكتروش فيها التوابل بزاف باش كتبقى هكذا محافظة على المذاق ديالها. وهنا كذلك تندير هاد الزيت السحرية، أنا كنسميها زيت سحرية لأنها فعلا المذاق ديالها رائع رائع بزاف. إذن هذه هي اللي غادي نعاود نوضع فوق هاد الخضرة ديالي مع هاد الثومة اللي أنا قلت لكم مرقداها فيها كتجي أكثر من رائعة. إذن غادي نجيب واحد الميكات اللي كتلاحظوا معايا هادو دي صاك ديال البلاستيك اللي كيتباعوا خاصين بالفرن، يعني هادو كيتوجدوا كلهم في المحلات. وإلا ما كانش عندكم هكذا متوفرين ممكن أنكم ديروا الكاغيط ديال الزبدة أو وتغلفوا من الفوق بالبابي ألومنيوم، هكذا كتبقى الخضرة محافظة على اللون ديالها وعلى المذاق ديالها. إذن هانتوما تتشوفوا معايا أنا غادي نقبطها هكذا كلها وغادي نوضعها في هذه الخنيشة هذه ديالي ديال البلاستيك كيف ما كتشوفوا معايا. إذن بعد ما شفتوا معايا وضعتها كيف ما كتشوفوا في هاد الخنيشات ديال البلاستيك اللي خاصين كما قلت لكم ديال الفرن، تنحاول هكا نضغط دابا بيدي مزيان باش هكذا تشرب لي كلها داك التوابل وداك الزيت اللي وضعت فيها. ودابا غادي نجمعها مزيان. بالنسبه للفرن انا دايراه تقريبا هكذا على 200 درجه، من الاحسن تنشعلو من الفوق ومن التحت. وبالنسبة اللي ما عندوش الفرن ديال الكهرباء والفرن العادي كديروا الفرن عادي ديالكم وتتخليوها تطيب على خاطرها، ما كتخافوش ان هاد الميكات هادو ما تيتحرقوش، فهادو هما اللي تيحافظوا لينا على الخضر ديالنا. صافي تنوضعها بهذا الشكل هكذا وتنديرها في الفرن ديالي. وكملاحظة انكم ضروري تقبوها هكا بشوية كتوضعوا فيها ثقب باش كيتنفس فيها شوية داك الهواء، ما تبقاش هكذا تتنفخ لنا في وسط الفران. ودابا غادي نوضعوها في الفرن ديالنا. بالنسبة للدجاج كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما خليته داك 10 ديال الدقايق، وكل ما أنا كنفضّل تخليوها كان يعني كتر في الوقت كيكون النتيجة كتكون أحسن وأحسن، يتشرب ليا مزيان داك لاصوص ديالو اللي درت فيه. أنا بما أنني دايرة الفخوضة هنا فيعني كيتشربوا ليا دغيا، إلا كانوا الصدورات تياخدوا شوية د الوقت. صافي حتى هي كذلك غادي نجمعها في هاد الخنيشة هادي بوحديتها. وكذلك تنجمعها مزيان. وتنوضعها كذلك في الإناء اللي غادي نديروها في الفرن. صافي وتا هي كذلك غادي نوضعوها تطيب مع الخضرة ديالنا، وإن شاء الله نتلاقى معكم في الطبق ديالي النهائي.
اذا هانتوما تتشوفوا معايا هذه هي الخضره اللي صوبتها لكم مع هاد الطريفات ديال الدجاج متبلين بداك الزيت الرائعه والمنسمه. نتمنى ان شاء الله الفكره تكون عجباتكم. تيجي هكذا محمر وكيجي هكا بهذا الشكل، يعني ما كتحتاجوش تحمروه، فهو في ديك الميكا البلاستيكيه تيعطي هذا اللوين ديالو وكيجي المذاق روعه. تنتمنى فعلا ان هذه الفكره هذه تكون عجباتكم ديال اخر الاسبوع ديال الخضر، وما تسيبوش هكا الخضره ديالكم اللي كتشيط لكم وتحاولوا توظفوها بهذه الطريقه المنسمه. والغرض عندي هو هذا الزيت هذه اللي ان شاء الله غندير لكم فيديو المقبل على الطريقه كيفاش انكم تصوبوا هاد الثومه هكا وتبلوها بهذا الزيت، كتجي رائعه فعلا ولذيذه لجميع الاطباق ديالكم. اذا فرجه ممتعه وشهيتكم طيبه، والى فيديو مقبل بحول الله، الى اللقاء.